في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الوضعية المعيشية للمتقاعدين، خرجت الحكومة الجزائرية مؤخراً بجملة من القرارات الجديدة اللي تمس هذه الفئة، واللي كانت تستنى من زمان التفاتة حقيقية بعد سنوات طويلة من الخدمة والتفاني. زيادات في المعاشات. أهم قرار تم اتخاذه هو الرفع في معاشات التقاعد بنسبة تتراوح ما بين 10% و15%، وهذا القرار دخل حيز التنفيذ مع بداية شهر مايو الماضي. الزيادات هذه شملت مختلف المستويات، وخصوصاً المتقاعدين اللي كانت عندهم مداخيل ضعيفة، واللي اليوم يقدروا يتنفسوا شوية وسط موجة الغلاء اللي عايشينها. الهدف من هذه الخطوة هو رفع القدرة الشرائية وتحسين الظروف اليومية للناس اللي ضحت بسنين عمرها في خدمة البلاد. تسهيلات في سن التقاعد لقطاع التعليم. في جانب آخر، تم تعديل قانون التقاعد بما يسمح لموظفي قطاع التعليم بالخروج قبل السن القانوني المعتاد. الرجال يقدروا يخرجوا في سن 57 والنساء من 52. القرار هذا جاء بعد تقييم شامل للأعباء اللي يعاني منها أساتذة التعليم، خاصة في المراحل الأخيرة من المسار المهني، وين الإرهاق البدني والنفسي يوصل لمستويات كبيرة. تنظيم جديد لصرف المعاشات. الصندوق الوطني للتقاعد CNR أعلن عن آلية جديدة لصرف المعاشات، وين رح يتم توزيع مواعيد الصرف حسب الرقم الأخير لحساب CCP تاع كل متقاعد. هذا النظام الجديد رح ينقص من الازدحام والطوابير الطويلة، خصوصاً في المراكز البريدية اللي تعرف ضغط كبير كل شهر. رقمنة الإجراءات الإدارية. ومع التوجه نحو العصرنة، تم إطلاق تطبيق ومنصة إلكترونية باسم ريترات دي زد، وين يقدروا المتقاعدين يديروا إجراءات إدارية كما تجديد بطاقة التعريف، إثبات الحياة، أو حتى التحقق من وضعيتهم بطريقة رقمية ومن غير ما يضطروا يخرجوا من ديارهم. خلاصة، كل هذه التغييرات الأخيرة تمثل خطوة إيجابية في مسار تحسين الوضع المتقاعد في الجزائر، وتبرهن أن الدولة راهي حاطة هذا الفئة أن أولوياتها، من زيادة في المعاشات لتسهيلات في التقاعد لتنظيم صرف الأموال ووصولاً للخدمات الرقمية. نقدر نقول أن المتقاعد الجزائري اليوم ولا يسمع أخبار تفرح وتشوف بعينيه بوادر التغيير اللي كان ينتظرها من سنين.